ايه يا جماعة، حد يقول لي ايه اللي بيحصل؟ الدولار داخل على 56 جنيه في 2025 و60 جنيه في 2026. الكلام ده مش هزار، دي توقعات صندوق النقد الدولي بنفسه. استنى معايا لاخر الفيديو علشان في نقطة مهمة جدا هتفرق معاك لو بتفكر في الاقتصاد او حتى في جيبك. ما تنساش طبعا الاول انك تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يا بطل، خلينا ندخل في الموضوع. الدولار النهاردة بيسجل حوالي 50 جنيه و91 قرش في البنوك، رقم رهيب مش كده؟ لكن خليني اقولك ان القصة ما وقفتش هنا. صندوق النقد الدولي طلع بتوقعات صادمة ان الدولار هيرتفع لسعر 56 جنيه في 2025، ومش كده بس، ده ممكن كمان يوصل ل 60 جنيه في 2026. طيب ايه اللي وصلنا هنا؟ تعالوا نبص على شوية ارقام. سعر الدولار النهارده وقت تسجيل الفيديو في البنك المركزي 50 جنيه و77 قرش، وده سعر شراء، و50 جنيه و91 قرش ده سعر بيع في البنك الأهلي وبنك مصر، تقريبا نفس الأسعار. طيب إيه السبب؟ صندوق النقد بيقول إن القصة ليها علاقة بالسياسات الاقتصادية الجديدة، ومنها بيع شركات القطاع العام وتخفيض الدعم بشكل تدريجي. يعني الاقتصاد داخل على مرحلة حرجة جدا. كمان رئيس الوزراء قال إن سعر الجنيه ممكن يتحرك بنسبة 5% فوق وتحت حسب العرض والطلب. بس الصراحة السوق بيقول حاجة تانية خالص، والناس بدأت تقلق بسبب التضخم اللي واضح انه مش هيقف قريب. ودلوقتي نرجع للي قاله الخبير الاقتصادي الدكتور سمير رؤوف. هو شايف اننا في مرحلة هدوء قبل عاصفة، وان الدولار ممكن يوصل 55 جنيه قريب، وده هيأثر بشكل مباشر على تسعير السلع، خصوصا الحاجات اللي ما ينفعش نستغنى عنها زي الاكل والشرب. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ الحكومة بتحاول تتجنب الاخطاء القديمة، لكن هل ده معناه اننا في السليم؟ الحقيقة لا، التضخم جاي والاسعار هتزيد، وكلنا عارفين ان السلع الاساسية هي اللي بتتأثر اسرع. بس قبل ما اخلص الفيديو عايز اقول، لو عايز تعرف اكتر عن مستقبل الاقتصاد شوف الفيديو اللي فات، كلمتك عن توقعات سعر الذهب والفضة. في معلومات هتساعدك تفهم الدنيا اكتر، خصوصا لو بتدور على فرص استثمار. ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد. ولو عندك اي استفسار او محتاج مساعدة انا موجود، سيب لي تعليق او تواصل معايا على طول. يلا بينا نشوف مين اللي هيكسب الرهان، الدولار ولا الاقتصاد. نتقابل ان شاء الله الفيديو اللي جاي، والسلام عليكم ورحمة الله.